خش برجلك الشمال يا عروسة، قالها بنبرة سخرية شمتانة بعد ما فتح باب البيت ودخل. كان بيبصلها بشماتة وهي بترتجف وبتبصله بذعر. خطت أول خطوة جوه البيت وغمضت عينيها بخوف. افتكرت أيامها الكريهة معاه لما أبوها باعها ليه مقابل جرامات من المخدرات. فتحت عينيها بذعر لما حست بإيده بتلمس وشها بخشونة. حركات حسستها بالاشمئزاز والنفور. بعدت وشها الناحية التانية عشان تسمعه وهو بيضحك ويقول بسخرية ايه يا لومة، انت قرفانة مني ولا ايه؟ في واحدة تقرف من جوزها برضو؟ حست بسكينة حادة بتطعن قلبها وهو بيقول كلمة جوزها بكل بساطة. جوزها اللي اتجوزته غصب عنها، جوزها اللي ما بتكرهش حد في الدنيا قده، جوزها اللي جر ابوها وراه في عالم المخدرات والخمور عشان يحوله المسخ، ما يهموش بس غير انه ياخد الجرعات اللعينة. نزلت دموعها بغزارة عشان توسع ابتسامته الخبيثة. قالت بصوت اشبه بالهمس خرج من جواها بقهر: انت مش جوزي ولا عمرك هتكون، انت اتجوزتني غصب عني، انا ما بحبكش ولا عمري هحبك. سمعت صوت سنانه اللي طحنها بغضب لما جز عليها ونزل على وشها بألم قوي وقال وهو بيصرخ بغضب: انا جوزك برضاكي غصب عنك، جوزك انت رخيصة، انا اشتريتك بالرخيص قوي. ابوكي باعك ب5 ورقات بيسة، اوعي تكوني فاكرة نفسك حاجة عشان معاكي كلية وانا حتة حارس مرفوض كمان. ومسك حجابها بعنف وهو بيقرب منها وبيقول بتوعد: قسما بالله يا حلم لا هكرهك في اليوم اللي اتولدتي فيه، هذلك تحت رجليا، هخلي مقامك اللي في السما ده يقع لسابع ارض، هخليكي تقرفي من نفسك زي ما بتقرفي مني. هزت راسها بالنفي ودموعها عماله تنزل بغزاره. بدأ يشدها من حجابها بعنف ويجرها وراه للأوضة. كانت بتصرخ من صرخات ذبيحة خرجت من أعماق قلب اتهشم لفتات، بينعي روح اتمزقت لأشلاء، من دموع حارقة رصت بحرقة براءة طفلة صغيرة ذبحت بلا رحمة، من شهقات مختنقة، شهقات نافذة باكية غص بها قلبها ليتحول الفتات إلى رفات. قضت معاه أيام كالعذاب. لو كان عاملها زي الخدامة كان ممكن يكون رحيم بيها، كان بيعاملها زي الجارية العبدة اللي تحت أمره، يخضعها ليه كيفما يشاء. لم يتوانى عن إذلالها بشتى الطرق لتتحول حلم من فتاة بريئة نشيطة مفعمة بالحياة لجثة بتتحرك بلا حياة. ما أنقذهاش من حياتها البائسة دي غير إنه اتقبض عليه عشان تتحرر منه أخيرا، لكنه رجع تاني عشان يعيد عذابها من جديد، عشان يحرق روحها ويمزق أجنحتها ويهشم قلبها مرة تانية. صرخت بفزع وكأن صاعقة أصابت جسمها اللي كان بيرتجف وجبينها بيتصبب عرق. لأ لأ ابعد عني، لأ. حلم ده كابوس يا حلم ده كابوس يا ماما. فتحت عينيها بسرعة عشان تقوم تقعد بسرعة عشان تلاقي نفسها على سريرها في أوضة عاصم. بصت جنبها لقت عاصم. نزلت دموعها أول ما شافته وبدأت تتمتم بكلمات غير مفهومة، مفهمش منها غير اسم سيد اللي نطقته بذعر عشان يحضنها ويطمنها ويقول لها بحنان: اهدي يا حلم، اهدي يا حبيبتي، خلاص مفيش سيد، مش هسمح له يأذيكي تاني، هو اصلا مش هيقدر يأذيكي تاني. بعدت عنه وبصت له باستفهام ودموعها مش مبطله نزول وقالت بخوف: هو جه وكان عايز ياخدني معاه تاني، كان عايز يخلص عليا تاني. ما تخافيش يا حلم، مفيش سيد تاني، مفيش يا حبيبتي. وحضنها جامد وهو بيمسح على شعرها عشان يسرح في اللي حصل من ساعات. فلاش باك لما نزل القهوة هو بيقسم الشغل ما بينه وما بين عمرو وشابين تانيين بيساعدوا الراجل المسن صاحب القهوة. لفت نظره الراجل اللي كان قاعد صعيدي لما دخل شافه عشان يفتكر واحد من حراس جاسر شافه معاه كذا مرة قبل ما يطرده، فأثار شكوكه، خاصة انه كان بيبص ناحية عمارتهم وكان مركز قوي على الدور بتاعهم. مثل ببراعة انه ملاحظش حاجة وكان بيقدم الطلبات، وراح يقدم له طلب ووقف قدامه وهو بيبتسم ببشاشة وقال بود: الشاي يا بلدينا. شكره سيد باختصار خوفا منه انه يكشف امره عشان يكمل عاصم بمرح: انا اول مرة اشوفك هنا، بس صدقني مش هتبقى اخر مرة، اصل شاي عمك سعيد عامل زي المخدرات كده ما تقدرش تشبع منه. صحيح انا عاصم وانت؟ رد سيد وهو بيحاول يقلد لهجة فلاحي: اني سيد، تشكر يا عم عاصم. ابتسم عاصم وقال: يا بيه احنا في الخدمة، عن اذنك ورايا طلبات كتير، عشان يقول بصوت عالي: ايوه جاي. وسابه عاصم ومشي عشان تختفي ابتسامته المرحة ويحل محلها غضب في عينه.
سيد، نفس الاسم، لكن معقولة يكون نفس الشخص؟ خلص شغله بسرعة وغير هدومه وخرج من القهوة ومن الشارع كله. وقف على ناصية الشارع مستخبي جنب دكان قديم، لكنه كان في المرة دي هو اللي بيراقب سيد. شاف أمه وهي خارجة رايحة للسوق، وأبوه في الشغل، وطمطم الصغيرة في المدرسة، يعني مفيش غيرها في البيت. اشتعلت عينه بالغضب لما شاف سيد قام بسرعة وراح ناحية عمارتهم عشان يلحقوا عاصم بسرعة. سمع كل اللي قاله لها وسمع صوت شهقاتها الخايفة عشان يدخل زي الإعصار. شافها مرمية على الأرض فاقدة للوعي، والراجل ده واقف جنبها بيبتسم بخبث وبيفترسها بنظراته الوقحة. اتخض وقلق لما شاف عاصم داخل فجأة وبيبصله بتوعد. مش معنى انه هادي وخجول انه هيسمح له انه يقرب من حرمة بيته. بدأ عاصم يضربه بعنف وهو بيزمجر بغضب، وقعه على الأرض وبدأ يديله باللكمات. هو مش شايف قدامه غير صورتها وهي فاقدة للوعي، مش عارف يقوله ايه وهو بيضربه لأنه مش متعود على الشتيمة والسب، فقامت ايده بدور لسانه. ضرب سيد ضرب جامد، هو نفسه ما كانش عارف انه قوي للدرجة دي، لدرجة ان سيد فقد الوعي من كتر الضرب. عشان يقف عاصم ويتنفس بعنف وهو بيبصله بغضب، وراح ناحية حلم، شالها ودخلها اوضته وحطها على السرير، وخرج بسرعة عشان يلاقي سيد بيحاول يجري بره البيت. الخبيث ده ما كانش مغمى عليه، كان بيتصنع انه مغمى عليه. زمجر عاصم بغضب ونزل بسرعة ورا سيد وقال بعلو صوته حرامي، عشان يبدأ الشباب والرجالة يجروا ورا سيد لحد ما مسكوه. قعدوا يضربوا فيه. قال شاب العاصم سرق منك ايه عاصم واحنا نجيبهولك منه؟ بصله عاصم بتوعد وقعد على ركبته قدام سيد اللي كان متكوم على الارض زي القمامة البالية. قال عاصم بهمس وصوت واطي هسيبك تمشي، بس قسما بالله لو قربت لها تاني لهخلص عليك، ماشي ولا مش ماشي؟ هز سيد راسه بسرعة وقال بذعر حاضر حاضر، والله حتى ما هقرب منها ولا هعتب الشارع ولا المنطقة كلها تاني، حاضر حاضر. وقف عاصم وهو بيبصله ببرود وقال خلاص يا شباب انا لحقته قبل ما يسرق، كان بيحاول يفتح باب الشقة لسه. تولى الشباب مهمة رميه بره الحي بحاله. أما عاصم فطلع لفوق عشان يطمن عليها. فضل قاعد جنبها من غير ملل، شايفها وهي بترتجف وتعيط، فكان بيحاول يهديها فترجع هي تنام. فاق من سرحانه الطويل وهو على وشه ابتسامة صغيرة. لما حس بيها هديت أخيرا، عادها عنه برفق وهو بيبصلها، وكانت كالعادة بصة في الأرض. رفعت نظرها ليه ببطء وقالت بخوف هو بجد مش هيرجع تاني؟ ابتسم بهدوء وهز راسه بالموافقة. أبدا أبدا مش هتشوفيه تاني أبدا. ابتسمت ابتسامة صغيرة وهي بتتنهد براحة. حست بالإحراج من قربه فقامت وقفت وراحت ناحية الباب وفتحته، لكنها وقفت وقالت له ودموعها نازلة بغزارة أنا بجد مش عارفة أشكرك إزاي، أنت راجل عمري ما هقابل زيه في حياتي، بس صدقني مش هينفع أبقى زوجة تانية، مش هينفع أسرقك من مراتك، أنت خلاص حلت لي المشكلة وما بقتش مضطر تخليني على ذمتك، طلقني يا عاصم. لا اللي بيحصل ده استهبال، بقالهم اكتر من تلت ساعة جوه، بيعملوا ايه كل ده؟ قالها جاسر بقلق وهو رايح جاي في الممر قدام الأوضة اللي فيها رؤى في المستشفى عشان يتنهد خالد بضيق. يا جاسر اهدى، هما مش بيلعبوا جوه ان شاء الله خير. وقف قدامه وقال بانفعال بقولك قالت لي الدنيا ضلمه وبعد كده اغمى عليها، تبقى مصيبه لو حصل اللي في بالي. وقف خالد جنبه وهو بيطبطب على كتفه وقال ان شاء الله خير. قال جاسر برجاء يا رب يا رب. خالد قالتها بتعجب لما شافته واقف جنب واحد ما تعرفوش. خالد كان هيبقى وقح لو ابتسم لها وصاحبه في الحالة دي. راح ناحيتها وشدها ودخل بيها أقرب أوضة فاضية، ابتسم لها بعشق وقال وحشتيني قوي. مرت خدودها من الخجل وقالت بدلال لحقت اوحشك؟ ما انا كنت معاكي الصبح. يا بت انت بتوحشيني وانت قدام عينيا. وقرب منها وهو بيبتسم عشان تزقه بعيد وتبصله بحده وتقول ايه يا عم انت، احنا في المستشفى مش هتبطل قله ادب بقى؟ وبعدين استنى هنا، انت بتعمل ايه هنا اصلا؟ بخونك. قالها خالد بهزار عشان تتنفخ خدودها من الغيظ وتقول بغيظ طب ابقى اعملها كده يا ابن السويسي وانا اشرحك بالمشرط. وسعت عينه بذعر مصطنع عشان تبتسم هي بانتصار. اتحول لألم لما ضربها على رقبتها من ورا بالراحه وقال بضحك ده جزاتي يا جزمه اني وافقت انك ترجعي شغلك صح؟ بصيت له بتوعد وقالت بغيظ ماشي والله لا تنام على الكنبه يا خالد. لا خلاص هقول
ونطق بذعر مصطنع. بدأ يحكي لها اللي حصل عشان هي تشهق بذعر وتقول له بحده وغيظ: والله انك بتهزر، سايب صاحبك هيتجنن بره وجاي تعاكس فيا هنا؟ روح يلا بسرعه لصاحبك وانا هروح اوضه العمليات اسال الدكاتره. هز راسه وخرج معاها عشان يلاقي باب اوضه العمليات بيتفتح، وخرج منه السرير المتحرك رايح ناحيه اوضه من الاوض. خرج الدكتور المسؤول عن العمليه، فراح له جاسر بسرعه ومعاه خالد ولينا، وساله جاسر بلهفه: طمني يا دكتور، مراتي حالتها ايه؟ نهد الدكتور بحزن وقال: للاسف الوقعه اللي وقعتها كانت عنيفه قوي، سببت لها نزيف داخلي. احنا قدرنا نسيطر عليه ووقفناه الحمد لله، بس المشكله ان الوقعه اثرت على مركز الابصار وسببت لها حاله فقدان بصر مؤقت. جاسر كان عارف ده، لكنه كان بيحاول يكذب نفسه عشان يسمع صوت لينا وهي بتقول: بس ده ممكن يتعالج بعمليه يا شريف، الموضوع مش معقد، مش عايزين نخوف جوزها. هز الدكتور راسه وقال: ده حقيقي، والعمليه مش صعبة إطلاقا، بس لازم الأول حالتها الجسدية والنفسية تستقر قبل ما نعمل لها العملية، عن إذنكم. ومشي الدكتور بهدوء عشان يروح جاسر أوضة رؤى من غير ما ينطق ولا حرف، حاسس إن مراكز الإحساس عنده وقفت. خايف، لا ده مرعوب من رد فعلها لما تفوق وتعرف اللي حصل لها. حزين، عينه ما كانتش قادرة تصمد قدام سيول الدموع اللي بيحاول يمنعها. غضبان، لو كان صبري ما ماتش لكان حرقه حي. وقعد يستمع لصوت صراخه. قعد على كرسي خشب جنب السرير بيبص لجسمها الهزيل اللي متوصل بأجهزة طبية، ووشها شاحب وشفايفها جافة بيضة. دقات قلبه كانت بتدق بعنف، مش هيقدر يتحمل انهيارها لما تعرف اللي جرالها. انا هطلق فعلا، قالها عاصم بحزم عشان تيجي على وشها ابتسامة مريرة تحولت لصدمة لما كمل وقال: بس هطلق تهاني، مش هطلقك انتي. هزت راسها بالنفي بعنف وقالت بحدة: لا طبعا مش هسمح لك تعمل كده، مش هسمح لك تهد بيتك وسعادتك بسببي. قام من مكانه وراح ناحيتها ووقف قدامها عشان ترتبك وتبعد. وقف قدامها ساكت للحظات وقال بعشق: انتي بيتي وسعادتي. ورفع وشها وبصلها بحب وقال: انتي حلمي يا حلم، عشان ينفجر الدم في وشها من كتر الكسوف. وكمل هو همسه العاشق وقال: صدقيني من اول مرة شفتك فيها وانا مش عارف ابطل افكر فيكي. كنت بتضايق من نفسي قوي، ازاي افكر في واحدة متجوزة وحامل كمان. وقبل ما تفهميني غلط، ما كنتش بفكر فيكي بشكل وحش لا سمح الله، انا بس كنت دايما حاسس انك مسؤولة مني. ما تعرفيش انا فرحت قد ايه لما عرفت انك مطلقة. حلم، انا عارف اني ما بعرفش اقول كلام الحب بتاع شباب اليومين دول، بس انا واخد نفس عميق وكمل ببطء وقال: انا بحبك. برقت عينيها من الصدمة وقلبها كان بيرقص من الفرح. عاصم بيحبها، ايوه هي ما بتتوهمش. نطقها اخيرا، لولا انها خافت انه يفتكرها منحرفة لكانت اترمت ما بين ايديه، لكنها سمعته بيكمل بخبث وقال: زي ما انتي بتحبيني يا بتاعة المصاصة الأخضرة، صح يا نملة؟ جريت من قدامه بسرعة وخرجت من الأوضة بتجري عشان يجري هو وراها وهو بيضحك ببلاها. اتخلى عاصم عن هدوءه ووقاره المزعوم في اللحظة دي. كانت حاسة بالكسوف منه، خصوصا ان والدته اتأخرت، ما تعرفش ان هي راحت عند اختها، ومجيدة بتنسى نفسها لما بتروح عند اختها. حاسه انها عايزه تستخبى من دقات قلبها، فرجعت تاني القط وقفلت الباب عليها عشان تلاقيه هو وراها وبيبصلها وبيبتسم بعبث. انتبهت كل حواسه لما حس بيها بتفوق وبتتألم. بدأت تفتح عينيها ببطء وتبص على الدنيا من جديد، لكن اللي شافته ستارة سودة بتحجب رؤية اي حاجة عنها. استغربت وقعدت تفتح عينيها وتقفلهم كذا مرة ورا بعض، لكن نفس الموضوع، هي ستارة سودة مش شايفة منها حاجة. بدأت تقول بخوف: جاسر، جاسر انت هنا؟ جاسر هي الدنيا ضلمة؟ هو النور قاطع ولا ايه؟ جاسر انت سامعني؟ انت فين يا جاسر؟ جاسر. نزلت دموعه من الحزن عليها وحط ايده على بقه وهو بيكتم صوت شهقاته. اتحرك وقعد جنبها عشان يسمعها بتقول بخوف: مين هنا؟ انت مين؟ لكنها عرفته لما شمت ريحة عطره المميزة عشان تبتسم وبعديها تعيط وتقول: جاسر، صح جاسر، هي الدنيا ضلمة ليه؟ هو احنا فين؟ هو ايه اللي حصل؟ جاسر انا مش شايفاك، هو النور قاطع صح مش كده؟ مسح دموعه بعنف ومسك ايديها وقال باختناق: لا يا رؤى، النور مش قاطع يا حبيبتي. اتعجبت وسألته باستفهام: امال الدنيا ضلمة ليه؟ لحظات صمت هو مش عارف يقول لها ايه، لكنه شاف الصدمة في عينيها عشان تسيب ايده وتبصله ببطء. كانت بتبص ناحية مصدر صوته، ملامحها جامدة من الصدمة، وقالت بسخرية:
انا اتعميت مش كده؟ مسك ايديها بالراحة وقال بسرعة ولهفة: رؤى حبيبتي اسمعيني، انتي كويسة، هتبقي كويسة. الدكاترة قالوا ان الموضوع بسيط، عملية صغيرة وهترجعي تشوفي تاني، هما بس مستنيين لما حالتك تتحسن شوية، والله هترجعي تشوفي تاني. وحط راسه جنبها على السرير وهو بيبكي بعنف ويقول: والله هترجعي تشوفي تاني. اما هي فكانت بتبص للفراغ، هي فعلا بتبص للفراغ لان مفيش قدامها غير ضلمه، كانها بتغرق في ظلام الليل الكاحل بيبتلعها امواجه السودا وبيجرفها شاطئه القاتم بعتمه الليل. قمره مش ظاهر زي الغريب التايه في صحراء سودا. انا عايزه ارجع البيت. بصلها بألم للحظات وهز راسه بالموافقه. حاضر يا حبيبتي، هسأل الدكتور. وسابها وخرج عشان تفضل هي زي ما هي، ما بتتحركش ما بترمش، بس بتبص للا شيء. جزت على اسنانها بغيظ لما قال لها عامل البنك ان الشيك اللي معاها من غير رصيد. سامر خدعها فمشيت من غير هدف، بتفكر مش عارفة ايه اللي حصل، عشان تسمع صوت بياع الجرايد بيقول بصوت عالي: اقرا الحادثة اقرا الحادثة، موت رجل الاعمال صبري الدمنهوري واللي قتلوا المحامي بتاعه سامر الصياد. برقت عينيها من الصدمة، صبري اتقتل وسامر اللي قتله. ايه المصايب اللي حلت فوق راسها دي؟ حتى الشيك من غير رصيد، والجنين الاحمق اللي ما قدرتش تتخلص منه، ودلوقتي صبري مات وبالتاكيد اتقبض على سامر. ده معناه ان رؤى رجعت لجاسر واتقطع الطريق بينها وبينه. كشرت بضيق وهي بتفكر تعمل ايه دلوقتي، مفيش قدامها غيره. لجأت له في البداية وهتلجأ له تاني. اخدت طريقها لبيت عاصم وهي لابسة قناع الزوجة المحبة اللي راجعاله بمفاجأة سعيدة بانها شايلة ابنه في بطنها، واكيد هو هيفرح جدا. خبطت مجيدة على الباب كذا مرة لكن مفيش حد بيرد. طلعت المفتاح وفتحت باب الشقة وهي بتنادي على حلم: بنتي يا حلم، انتي فين يا بت؟ وبدأت تدور عليها وهي بتتكلم وتقول: اسكتي، مش البت طمطم شبطت تبات مع البت سهيلة بنت اختي منال؟ بنتي يا حلم انتي فين يا بت؟ وراحت ناحية اوضتها ومدت ايديها فتحت الباب عشان تلاقيه مقفول بالمفتاح. استغربت مجيدة وقالت: بنتي يا حلم انتي قافلة الباب عليكي ليه؟ افتحي يا بت. وسعت عينيها بذهول لما سمعت صوت عاصم بيقول لها من جوه: خير يا امي. قالت بصدمة: عاصم انت بتعمل ايه جوه ياض وقافل الباب ليه؟ قال عاصم بسرعة: اصلي في فار في الاوضه فقفلت الباب لا يهرب. ابتسمت مجيده بخبث امهاتي وقالت بخبث: فار يا ابن بطني على ماما برضو، انا هروح اعمل لكم العشاء يا عريس. فتح الباب بذهول وهو بيبص لامه وقال: عريس ايه بس يا امي، ده انا كنت بصطاد الفار. قربت منه وقالت بخبث: انت لابس التيشيرت مقلوب يا بتاع الفار. سابته وراحت ناحية المطبخ عشان يقول هو بذهول: امي دي ولا شغالة في المخابرات؟ وهو بيخبط ايده في بعضها ورجع للأوضة. ابتسم بحنان وهو بيبص الحلم اللي نايمة، واخد هدوم من دولابه وراح ناحية الحمام. في الوقت ده كانت تهاني بتدور على عاصم في شقتهم. اتنهدت بضيق لما ملقتوش وقالت انه اكيد في شقة والده تحت. نزلت لتحت عشان تخرج مفتاحها اللي اداهولها هو. فتحت الباب بهدوء واتسللت بهدوء وهي بتبتسم بخبث، هتأدي دور الزوجة المحبة ببراعة. راحت ناحية اوضته وهي ناسية حلم خالص. فتحت الباب بهدوء ودخلت خطوتين عشان تزم شفايفها بضيق لما شافت البنت دي وهي نايمة. قالت في نفسها بضيق: اوف، دي الزفتة اللي اسمها حلم، ده انا نسيتها خالص. اكيد عاصم في اوضة رؤى. عشان تسمع حلم وهي بتقول بنعاس: عاصم انت رحت فين يا عاصم؟ وسعت عينيها بصدمة وبصت للبنت دي بشراسة، ولفت نظرها ساعة عاصم اللي محطوطة جنبها على السرير. ملحقتش تفوق من صدمتها عشان تلاقي عاصم داخل الأوضة وهو بينشف شعره وبيقول بمرح: اسكتي يا حلم على اللي حصل. بعد الفوطة عن وشه عشان تختفي ابتسامته لما شافها واقفة قدامه وبتبصله بصدمة. بص الحلم لقاها قاعدة وبصله بخوف. رجع يبص مرة تانية لتهاني ببرود. عليها دلوقتي انها تحصد اللي زرعته. واللي حصل، تفتكروا تهاني هيكون رد فعلها ايه بعد اللي شافته من عاصم وحلم؟ ويا ترى رؤى هترجع تشوف تاني؟ لو وصلتم معانا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تشجعونا باللايك والشير وتعليق حلو منكم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.